السلام عليكم البنات، الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم تخمال ديال هاد السيمانه هذا ان شاء الله. المهم كنوجدوا راسنا بمناسبه رمضان ان شاء الله، نخليو الدويره تكون نقيه وتكون كلشي مصبن نقي، باش ملي كيجي رمضان يلا كنتفرغوا للعباده ديالو ان شاء الله، والصلاه والقران والتراويح كيف ما كتعرفوا كاع كاملين. المهم كتنقي دارك وكتخملي وكتمسحي وكتصبني التليمطات، تصبني الزريبيات، باش داك الشهر كله ما كديريش ما يكونش عندك تخمال ولا شي حاجه متبوعه به، كيكون غير الصلاه والعباده. ولا كانوا شي شهيوات وصافي هادو ضروري ما نحيدوهمش من لا ليست ديالنا. المهم البنات، البارح كما شاركت معكم التخمال ديال الكوزينه ديال المطبخ ديالي، خملناه نقيناه درنا به واحد شويه. اليوم ان شاء الله عاوتاني بيت الكلاس كما قلت لكم، رانا فايت درت لكم روتين ديال بيت الكلاس، كنت صبنت ليه الطلامط وهذا، ولكن هاد المره غادي نصبن زربيه وغادي نحك ليه حيوط وغادي نحيد الريدو تا هو غادي يتصبن، وغندور به كاع كامل حتى هو باش نحيدو من بالي صافي نبقى مرتاحه. الصلاه هي كذلك. المهم دقه دقه كي قالوا هذاك ما نجمعوش علينا كلشي بدقه وحده، حيت ملي تنجمعوا الشغل كاع كامل راه حتى نعياو وكنهلكوا غير الصحه ديالنا. اللهم كل نهار ديري واحد الحاجه نقصيها عليك باش دغيا كتسالي الشغل وما كتكونيش عييتي غير الصباح تنوضي الصباح بكري، تكوني دايره بروغرام ديالك بالليل اشنو غادي ديري، واش البيت ولا الصاله ولا الكوزينه ولا بيت النعاس ولا شي حاجه خصك تصبري ليه هو كثير. المهم كما قلت لكم البارح خملت الكوزينه، تهنيت منها، دابا راها نقيه نظيفه مرتاحه. دابا بيت الكلاس ان شاء الله، ونخليكم معنا فيديو ان شاء الله. باي. وهنا البنات كما كتشوفوا غادي ندوز نحيد داك الريدو من الريدو نحيد الريدو من الريدو صافي نحيدو باش هو يتصبن، كيعمر كله بالغبره، راك عارفين مع الشرجم تيبقى محلو النهار كامل. كله تيكحل، داك الصف ديالو كله تيكحل. صافي غنكحس دوك الطويبلات، غادي نشطب نحيد اصلا تحت من داك الريدو راه تيعمر كيكون عامر هكا بشويه ديال الغبره ولا بشي خمله ولا بشي رتيله، ديك راه حاجه طبيعيه. ما كايناش شي وحده اللي ما عندهاش رتيله في الشرجمه ديالها، زعما الصراحه حاجه عاديه ونورمال عند اي واحد. حيدتها مسحتها صافي وغادي ندوز تطبال البيت. ودابا البنات بغيت نشارك معكم واحد الحيله تنديرها الصراحه اللي عندها اريال ليكيد، تندير منه غير واحد شويه كسل في الماء اللي غادي نحك به الحيوط ولا هكايا كنسيق به الدار، كندير غير واحد شويه صراحه ملي كنسيق كتبقى واحد الريحه ديال اريال زوينه. المهم هذه هي طريقتي انايا، هو هذا غادي نحك به الحيوط، غادي ندير غير واحد شويه، غير قياسا نوريكم القياس اللي غادي ندير. هو كينظف وتعطي واحد الريحه زوينه في شي غير قياس بحال نص غطايه بحال هكايا. غادي ندير هذا السطل ديال اللي غنسيق به وغادي نحك به الحيوط، وترغبه ما كتكونش كثيره صافي، كنعاود بواحد الفوطه بالماء نقي صافي وتيخرج الحيوط كيشعلوا فيهم ريحه زوينه. ومن بعد البنات ما درت داك اريال في السطل، رغيت واحد شويه كما قلت لكم من قبل، هو ما كيخليش الروا بزاف، ما كتوحليش في المسيح بزاف. صافي كنحك داك الحيوط. انا اصلا كما كتشوفوا الحيوط عندي فيهم داك الحبوب محبب، داك الصباغه محببه، كيشد بيناتهم تتشد هكا الوسخ ولا هكا الطبيع ديال اليدين ولا الستيلو. اكثر هي الجهه اللي كتكون واصله ليها جهه المخده، حد المخده كتكون ديك البلاصه ضروري كتطبع مزيان. المهم كما قلت لكم هذا السطل واحد السطل نقي، درت فيه واحد الفوطه وصافي، وكنمسح الحيوط بحال هكاك كندير هكا تيت، وملي كنسالي عاوتاني تندوز بالماء نقي عاوتاني والفوطه وتنمسح. صراحه راه تيخرجوا مزيانين وكيخرج الحيط نقي. ودابا البنات غنستمر بنفس الطريقه اللي وريتكم، غندور على الحيوط كاع كاملين وغندوز نغسل الشرجم ونسيق الارض ونحك البيت غير عادي بلا زربيه بلا حتى حاجه، على ما نصبناها ان شاء الله. باش نطول عليكم الفيديو انا ناقص نصور لكم كاع كلشي راه نصورناه كامل هنايا حيت كياخذ مني الوقت، حيت خاصو كاع يتنشف مزيان ويتمسح. المهم البنات نتلاقاو من بعد ما نسالي التخمال ديال البيت.
وهنا البنات كما كتشوفوا رديت البيت، حطيت داك الطويب بلاصتو بعد ما تشمش نشفات ليا الارض مزيان ونشفوا الحيوط مزيان. صافي رديت الشرجمه البنات، غسلت الشرجم مزيان ومسحته، ما مسحتش الدجاج، مسحت غير الكادر ديال الشرجم حيت الدجاج صافي الا تغسل ما يحتاجش يتمسح، ودزت مباشره نمسح الطريه بلي نجات. وهنا البنات صافي ملي مسحت داك الطريه دزت كنحط دوك اللحيفات ديالي، صافي غادي نقادهم وندير عليهم دوك صافي نقاد كل لحاف بلاصتو. الصراحه هنايا انا راه كان عندي الصراحه الخشب كان عندي غير ديال 60، وكان عندي غير البونج. منين صنعت 65 عاد ولا صالح ليا النعاس وصالح ليا الكلاس. كان صراحه صغير. المهم دابا كنبدا نجر هكا الطوابل واحد شويه تنحط اللحاف، كيبقى واحد الفراغ اللي هو غير شي شويه، واحد 5 سنتيم كتبقى بينها وبين الحيط، زعما ما كيشكلش شي فرق اللي هو كبير ولا شي مشكل، عادي جدا. وهنا البنات صافي قديت داك البيت وطلعت للسطح نشر داك، صراحه تسنيت حتى بردات شويه الشمس، عاد طلعت نشر داك الطليمطات وداك الريدو. السطح ديالنا هو هذا كما كتشوفوا، صراحه عندنا سطح كبير غير ديال التصبين وديال التشماش. صراحه ما كرهتش نطلع داكشي ديال الفراش كامل اللي عندي نطلعوا للسطح، ولكن الغالب الله كتجيني قضيه قاصحه بزاف، خص ضروري العوين. صافي المهم ديك الطلميطه البنات كما كتشوفوا راه ما بغاتش تنشر، عييت كنقول لها ساعه كطيح ليا من قنت كنشرها من هنا وطيح من هنا، نشرها من هنا وطيح من هنا. المهم ماشي مشكل، في اخر المطاف نجحت واتممت. المهم على اكمل وجه صافي نشرتها، وغنكمل نشير ديال دوك الطلامط كاع كاملين، وغادي ندوز مباشره للزربيه نصبنها. ودابا بنات كما كتشوفوا دزت فزكت ديك الزربيه بالماء مزيان، سرحت لها الحصيره اللي كندير اصلا في البيت من تحت منها. صراحه حنا عندنا هاد القضيه ديال الروبيني في السطح عندنا زوينه. كل دار ديري ليها الروبيني ديالها. كتطلعي كتركبي الروبيني وتلقي الماء عندك من لاكين من تحت من الحمام عندنا دايرين لنا حنا داك الروبيني ديال الماء. صافي تطلعي كتصبني وانتي مرتاحه بالماء ديالك في اي لحظه في اي ساعه في اي وقت. زعما هذا هو لافونتاج ديالنا في هاد العمارات. كيما شفتوا البنات درت غير شويه ديال التيد عادي، حكيتها مزيان. هي راه ما كانش موسخه شي وسخنيت، غير انا قلت ندوزها مع دوزنا ديك الايامات اللي كانوا عندنا الضياف وكطيح عليها الماكله وهذا وتفرتيت، دوزتها مزيان وشللتها كما كتشوفوا. دابا صافي تنشلها وكنكرطها بالكراطه. ودابا البنات كما شفتوني حكيت الزربيه حكيتها مزيان. ديك الحكاكه ديال الليمون كنقلب على فينا هي هذه الصراحه كتخرج على الله اكبر. الله اكبر، شكرا لا اله الا الله محمد رسول الله. صراحه المغرب كتودن. انا ما بتعمدت انني ما نطلعش نصبن في الشمس، حيت عرفتي راه طلعت صبنت الشمس راه حال كتكحالي كلك رجليك ويديك ووجهك كلشي تيكحال. خليت حتى بردات الشمس عاد طلعت صبنتها. هذه الصراحه راه زوينه الحكان الزرابي كتخرجهم من داكشي. واحد الاضافه اخرى كما قلت لكم الصباح على ملي حكيت الحيوط درت شويه ديال الاريال ليكيد، حتى دابا في الاخر شي الاخرى درت هنا كما شفتوا نتوما كتشوفوا البنات غير واحد جوج معالق تقريبا بحال هكايا، غنكبهم في السطل وغنرغي وغنكب عليها صافي هذيك كتشيل الاخرى باش ملي كتنشف كتعطي فيها واحد الريحه زوينه ديال اريال. هذا الا كان اريال، ما كانش اريال ديروا اي ريحه اخرى كانت عندكم. المهم انا هادشي اللي متوفر عندي، ونخليكم مع التتمه ديال الفيديو. وهنا البنات كما كتشوفوا صافي ساليت الحمد لله بعدا صبنتها وتهنيت منها وارتاح ليا حتى خاطري واحد شويه. المهم صافي غادي نشرها، ضروري خصني نشرها بالليل باش ما ديرش ليا الريحه، حيت الا بقات لغد لي الصباحات نشرتها ضروري غادي دير واحد شويه ديال الريحه. المهم غادي نشرها ونهبط نرتاح معها. دابا بنات من بعد ما ساليت داك التصبين ديال الزربيه وصبنت داك الحصيره صبنت داك الطلامط وداكشي كاع كامل صبنته ونشرته في السطح، راكم شفتوا معايا كاع كلشي. هبط غسلت حيت دوك الحوايج لان كلشي بزكا عليا الحوايج كما شفتوا معا كنصبن بحوايج داكشي طويل وهذا ماشي بحال اللي ما تتكونش تصوير ولا هذا كتحاولي ما امكن تقفضي على رجليك ولا على يديك مزيان. المهم ماشي مشكل، بدلت حالتي وصلت. وغندوز ندير واحد العشيوه اللي هي خفيفه ظريفه. غندير واحد الشلاضه ديال الرز داك العادي داك المهرس داك العادي، غندير معاه شويه ديال الطون وشويه ديال الخضره شويه ديال الفلفله، وغادي ندوز نصايب شويه ديال الكفته هنايا ديال لادان درت شفتها. صراحه انا طحنت غير انا بعدا غنصحكم واحد النصيحه. المهم ضروري غادي تكونوا عارفين، الاغلبيه يكونوا عارفينها. ما تناخذش الكفته مطحونه، تنمشي عند مولادان كناخذ مثلا واحد القدر اللي غيقدني 10 دراهم 20 درهم 30 درهم، كل وحده تاخذ الجهد اللي عندها. ولا كتاخذي واحد الكميه اللي هي كبيره واحد شويه كتقسميها ديريها في فريغو. كناخذ غير الصدر بوحدو
وكنقول له طحنوا، يطحنوا ليا ديك الساعات عنده في الماكينه. تنتاكد منها باللي راها مزيانه وباللي راها جديده وماشي مخلطه بالعطريه ولا شي حاجه ما كتعرفهاش كاع باش مخلطه ولا هذا. المهم كنجيبو حتى شتا المذاق ديالها تيجي زوين. صافي كما قلت لكم هنايا درت لها شويه ديال الربيع وشويه ديال الثومه وشويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره وشويه ديال الملحه وعجنتها مزيان. وغادي نضيف عليها شويه ديال خيزو والقرعه محكوكين وغنديرها على الشكل ديال معقوده بحال هكايا. ندير معها شويه ديال البيض وغنصايبها. المهم هاد الطريقه هذه تنديرها ديما الا لاحظتي تلقاو خيزو القرعه كاع الوصفات كاع كاملين. ولكن الصراحه راه ضروري خصنا نستافدوا منهم وخصنا ناكلهم اكثر. هي الدراري اللي عنده الدراري الصغار خصو ضروري يدخل بحال هاد الخضر بحال هكا يدخلهم ضروري يدخلهم للتغذيه ديال الاطفال كما عارفين. صافي غادي نحكهم رقاقين وغادي نضيفهم على الكفته وغتتابعوا المراحل معايا دقه دقه. المهم هنا ملي كنصايبها مع الكفته راه ما تيعقش بها الدراري وما تيعرفوش ما كتجي مبننه مع ديك الكفيته ما كيحسوش يصحابهم راه غير كياخذوا غير الكفته غير هكاك. المهم ما نطولش عليكم الهضره بزاف ندوزو للطريقه المهم باش غادي نصايبوه. وهنا البنات كما كتشوفوا درت داك الخضيره اللي قلت لكم، درت شويه ديال القرعه وشويه ديال الخيزو هذاك الكفته. غنضيف عليها واحد البيضه وحده بحال هكايا صافي وغادي نخلطها مزيان. غنخلطها غير بيدي باش تنسجم مزيان، ينسجم داك الخليط كاع كامل مع داك البيضه. اللي ما بغاش يدير البيض راه بلا بيض كتجمع ما تحتاجش البيض. المهم انا قلت ندير فيها واحد البيضه حتى هي الصراحه مزيانه. قلت نكملوا الافاده كاع كامله الفيتامينات كاع كاملين نديروهم صافي بحال هكايا كما شفتوا البنات بحال هكا. صافي غنخليها واحد شويه. ندوز دابا نقطع ديك الخضيره ديال اللي غادي ندير مع الرز. صافي هي غادي نقطعها بحال هكا، نقطعها طريفات رقاقين باش ما تجيش هاد الفلفله. درت واحد الفلفله شويه الفلفله حمراء وشويه الفلفله خضراء وشويه ديال الخيار. كما قلت لكم غنبقاو دائما في الافاده، الحاجه كاع اللي مفيده غادي نحاولوا ما امكن نديروها ونستافدوا منها. كنقطعوا رقيق باش منين ياكلوها. لا بحال دابا هكا سي محمد ما كيبغيش كنحاول ما امكن ندخلهم. انا كنهضرش على ولدي كنهضر على الوليدات كاع كاملين ديالكم وليداتكم كاع كاملين. هما ديال هي اللي خصكم ديروا. حاول ما امكن تدخلوا لهم هكايا الخضر هكا الفلفله الخيزو البطاطا هكا رقيقين في الماكله باش ما يبانوش هكا في الكفته ولا في السلطه. المهم شوفوا هما شنو تيبغيو. المهم انا غنقطع هادشي ونتلاقاو في الاخر. وهنايا دزت مباشره نكور دوك الكويورات ديال الكفته نديرهم على شكل دائرين بحال هكايا. صافي غنديرهم البنات في الزيت يتقلاو. صراحه راه ما تيتشتتوا ما حتى شي حاجه. ديك البيضه كتجمعهم وانا فايتي دايرهم بلا بيض بلا حتى حاجه غير هكاك بوحدهم وقليتهم وجاو لذاذين وجاو بنات الصراحه والله كتجي فيهم واحد المذاق بنين ديال الخضره كيبننهم من داكشي. غير جربوهم البنات وغير ديروهم للدراري ولا ليكم. وهنا البنات الرز راه تسلق صافي. غنزيد عليه داكشي اللي قطعت داك الفلفله والخيار وغندير عليهم واحد طون ديال الزيت وغادي نخلطهم وندير عليهم المايونيز. كما شفتوها في الشكل ديالها كي كيجي كتجي مجموعه ما كتشتت ما حتى شي حاجه. صراحه كتجي لذيذه وبنينه غير جربوها كتجي بنينه بداك الخيزو القرعه اللي فيها كيعطيها واحد اللذه ما كايناش والله العظيم. كتجي غزاله غير جربوها البنات. ومن بعد ما ساليت هادشي كيما وريتكم الرز تا هو درت فيه المايونيز درت فيه كلشي. كما قلت لكم البنات غندير فيه واحد الفلون وواحد نص لتر ديال الحليب وثلاثه ديال البنانات وغادي نطحن. ما نديرش فيهم السكر الصراحه غير هذا بوحدو راه كيحلي العصير. وانا كنحاول ما امكن نقص له السكر شويه. كما قلت لكم من قبل دايره واحد الريجيم. صراحه بغيت نشارك معكم هذا الريجيم والله العظيم عطى واحد النتيجه اللي هي مزيانه. تخيلوا معايا مده ديال تقريبا ديال 15 يوم طيحت فيها 6 كيلو وبصح طيحت فيها 6 كيلو ديال الوزن. حيدتها كاع كامله الحمد لله عليها وباقا غادا ان شاء الله في هذا الريجيم. اش كندير البنات؟ كنوض الصباح تنفطر مع ديك 8 ما تناكلش البنات حتى ل4 العشيه. ولكن بين دوك بين 8 و 4 راه كناخذ الديسير. ناخذ ليمون ناخذ بنان ناخذ تفاح ناخذ دانون. المهم الخبز حيدته بكره كتوصل 4 كناكل نيت مزيان كنشبع راسي نيت مزيان. داكشي اللي قسم الله يا طاجين يا هذا اللي كان
المهم غير حاولت ما امكن نقص الخبز صافي. عاوتاني مور داك 4 راه ما كنبقى ناكل حتى شي حاجه، تنبقى عاوتاني غير على الديسير. ولا هكاك ساريه قالك الحمضيات قالك كينقصوا لنا في الوزن مزيان. عصير ديال الحامض الليمون غير هكاك، انا الصراحه كنقشر غير الليمون تناكلو غير هكاك كافيني مزيان. صافي البنات ما جاش باش يدور الشهر كاع، يكمل الشهر طيحت 6 كيلو وانا غاده في هذا المنوال. المهم غادي نبين لكم راسي راه ما غاديش يبان لكم حيت ما عنديش شي تصويره نوريها لكم من قبل. المهم انايا اللي شافني كلشي تيقول لي راكي نقصتي، وفي الميزان 6 كيلو اللي حيدتها الحمد لله. وهنا كندير داك دانون ديال الفلون، كندير الحليب وكما قلت لكم دوك 3 ديال ديال البنانات، درت كلشي الصراحه في الكاس ديال العصير. وداك الميكسور الصراحه راه عملي بزاف ومزيان كينفعنا بزاف، اكثريه في رمضان مفيد بزاف. المهم البنات هنا غادي نزوق لهم شويه التبصيل الصراحه كما تنقولوا العين اللي كتاكل كناكلوا بعينينا ماشي بكرشنا. انا باقا كنعاودها. المهم غندير لهم بحال هكا وغادي نكفيهم هنايا. الا تكفات ليا نشوف تكفات، برافو عليا صافي غنكملهم 3 وغندورهم بداكشي ديال الكفته. المهم هانتوما كيما شفتوا وجبه متكامله 100% فيها كلشي وصحيه وسريعه التحضير دغيا تتوجد هكا. المهم حنا 3 بينا في الدار، غير انا وراجلي وسي محمد هكا. تا ولدي ملي تيشوف بحال هكا الزواق داكشي مزوق وهذا تيعطي واحد كيبغي ياكل كيتشهى الماكله، ماشي بحال اللي كتحطيها كتبصيل واحد كاع كامل. ما الصراحه ما كتجيش. المهم انا كندير لهم الطريقه هذه باش كياكلوا حيت كيكمل تبصيلو كاع كامل، كنبقاو نتنافسوا معاه غير كول غير دير، شوف حنا سبقناك، شوف حنا درنالك، وتا ياكل بحال هكا. صافي درنا هنا ماستر شاف هذا النهار ياكل البنات الدريساج هو هذاك ياك. المهم انا حاولت ما امكن نحلق على هادشي شويه بحال هكايا. صافي ها هو الطبيسل ديالنا صافي مع داك العصير اللي قلت لكم. وهذا صراحه العصير كيجي بنين 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 بنين، غير جربوها البنات والله العظيم كنحلف، واخا ما خصنيش نبدا نحلف كنحلف، كيجي غزال غزال غزال. غير جربوه كيجي فيه واحد اللذه ديال الكراميل من داكشي الرفيع، واخا ديروا معاه شي نكهه ديال الكراميل ما تيجي زوين بحال هكايا. المهم هذا هو العشاء ديالنا البنات، عشاء متواضع على قد الحال. الحمد لله عليه، اللهم لك الحمد على النعمه ديال سيدي ربي. وتنقول لكم البنات بسلامه عليكم، الفيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد نطلع باش نبان لكم مزيان، وروتين جديد ان شاء الله. وكنتمنى الروتين ديال هذا النهار حتى هو يعجبكم وتقبلوا عليه. راه ما فيه لا زواق لا حتى شي حاجه، داكشي كامل اللي عشتو هذا النهار انا جربته مع صايبته مع شاركته معكم. تصبين تخمال العشاء كلشي الحمد لله، اللهم لك الحمد على النعمه ديال سيدي ربي كيف ما بغات تكون. ونقول لكم السلام عليكم. والبنات اللي ما مابونياش تابونا معايا وتضغط على الجرس ودير ليا لايك. وكنقول لكم شكرا 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 لكاع اللي كيتفرج فيا وكاع اللي مابوني معايا، وحتى اللي ما مابونيش ودخلوا تفرجوا شي فيديو من الفيديوهات ديالي كنقول لك شكرا شكرا لك بزاف. وبسلام عليكم البنات.